الأسد ملك الغابة وسيد الوحوش بلا منازع، كلنا طبعا نعرف قوته وشراسته، لكن القليل مننا اللي يعرف سره العجيب، وهو إن الأسد بيصوم يوم كامل من كل أسبوع. طبعا مش عبادة ولا تقليد لأنه حيوان، لكن دي غريزة وفطرة ربانية لحمايته، لأن الصيام هو سلاحه الخفي اللي بيحميه من السموم القاتلة اللي بتتراكم في جسمه، لأنه بيتناول كميات كبيرة جدا من اللحوم، وبسببها بيتكون في جسمه حمض خطير جدا اسمه حمض البوليك. الحمض ده ممكن يفتك بجسمه زي سم قاتل بطيء. هنا بقى بتظهر الفايدة الكبيرة من صيام يوم في الاسبوع، واللي فيها بيمتنع الاسد عن الطعام تماما. في اليوم ده جسمه بيتخلص من السموم وبيستعيد نشاطه، وده اللي بيرجع له قوته وبيخليه اكثر شراسة من قبل، كأنه آلة حية مصممة للبقاء وسط اقصى الظروف. وفي الصيام ده بيقلل من حركته جدا، ورغم كده بيفضل مترقب ومستعد للهجوم، وكل لحظة بتعدي في الصيام بتخليه اخطر مما تتخيل. بعد الصيام بيرجع اقوى واسرع واشرس من اي وقت، ومستعد ينقض على فريسته بلا رحمة ولا تردد. الاسد مش مجرد حيوان مفترس بس، ده ملك حقيقي بيعرف ازاي يحمي نفسه، وبيجمع بين القوة والشراسة والصيام اللي بينقي جسمه. عشان كده دايما الأسد بيفضل رمز القوة والهبة في عالم الحيوانات. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.